السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ جينا لكم في فيديو جديد. هنعمل بقى معاكم الكنافة. الكنافة بالقشطة الكدابة او المهلبية، على حسب برضك انتوا بتعملوها. بصوا شكلها عامل ازاي، جميلة، تحفة، حاجة كده تحفة وجميلة جدا. ما تنسوش بقى تدعموني وتعملوا لايك وشير وتفعلوا لي الجرس عشان يوصلكم كل جديد يا احلى متابعين في الدنيا. بصوا، ما تنسوش بقى الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا حبيبي يا رسول الله. بصوا شكلها عامل ازاي، وشربة الشربات بقى من فوقيها لتحتها كده، حاجة كده في الخيال، تحفة، حاجة كده. بصوا يعني صلاة على الحبيب. جبنا بقى الكنافة، أنا متلجاها وحطيت عليها السكر وفرفضتها خالص كده، وهنجيب بقى السمنة وهنلفها كلها ببعضيها. بصوا هنلف كل السكر بالسمنة، هندعكها كده دعكة حلوة كده، هنفركها فركة حلوة، ويكون الصينية دهنينها برضك كسمنة، وسمنة بلدي، يا ريت يبقى سمنة بلدي عشان بصوا هتخليها في حتة تانية خالص، أحسن من بره بكتير. هنجيب بقى الزبدة، الصينية هي دي بتاعتي اللي أنا دهناها اهي، الكبيرة أكبر صينية عندكم هندهنها. وهنجيب بقى البصوا اهي، بعد ما حطينا بقى الزبدة فيها وكل حاجة، بططنا بقى وحطيت بقى من الحرف كده، رفعته شوية عشان احط المهلبية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ادي المهلبية اهي، المهلبية اهي يا جماعة. بصوا، ما برضك لما دي سخنة ودي سخنة هتبقى سخنة هتبقى مفرفطة، لا احنا قلنا ايه، هنقطعها وهي باردة عشان تبقى عاملة معايا في اول الفيديو زي ما انتوا شايفين، حاجة كده جميلة جدا. بصوا انا ببطط كده زي ما انتوا شايفين اهو، وبرفع لفوق كده، بس ما تبططيش قوي عشان ما تتكبس، يعني ايه خليكي ايدك حنينة كده على الحاجة، فهماني؟ بس اهو هنحط بقى البتاع، انا حطيت الكريمة وحطيت البتاع، وببطط بقى بالراحة جامد، ببطط جامد اهو. وبعمل بقى الشربات معاكم، يعني ايه، كوبايه يعني كوبايتين سكر على كوبايه ميه، او 4 كوباية سكر على كوبايتين ايه ميه. وهنختمه معاكم. بصوا انا عملت شربات 2 عشان ايه، يقضي معايا تمام. اول ما تطلع يكون الشربات بارد والكنافه سخنه، لا دي بارده لا دي سخنه، لا دي بارده لا دي سخنه، حاجه من الاتنين. بصوا شكلها، بصوا اهي لسه في الفرن، لسه في الفرن اهي، هنخلصها وارجع لكم واوريكم شكلها عامل ازاي. بصوا عامله ازاي، جميله جدا، هتوريكم شكلها. بصوا حاجه كده جميله جدا. بصوا بقى بعد ما سقيتها بقى الشربات، يعني اسقي الشربات وخلي بالك عادي، وكتري في الحروف كده شويه عشان برضك الشربات ينزل لتحت في القاع اللي هي ايه، اللي عامل عازل بين الكنافه دي والكريمه، حاجه كده جميله جدا. لو وصلتوا لغايه هنا متنسوش بقى تدعموني وتعملوا لي لايك وشير وتفعلوا لي الجرس عشان يوصلكم كل جديد يا احلى متابعين في الدنيا. متنسوش بقى اللايك، وصلوا على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا حبيبي يا رسول الله. هقطعها بقى، بصوا شكلها جميل جميل تحفه. دي الصور بقى بتاعتها، بصوا الصور جميله جدا، حاجه كده في الخيال. بص انا قطعتها بقى وهي بارده، طلعت بقى الايه، كلها ماسكه ببعضيها. باي باي.